البتنجان المخلل السريع اللي بيكون في مطاعم الفول والفلافل بطريقة سهلة وبسيطة ونضيفة جدا في البيت. زي ما انتوا شايفين التتبيلة بتاعته حلوة جدا وشكله كده يفتح النفس وحاجة مضمونة كده وعاملينها في البيت. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. اول حاجة معايا فلفل اخضر وفلفل احمر حلو ومعلقة كبيرة من الثوم. التوابل معلقة كبيرة من الملح والمعلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والبابريكا والشطة. وهنجيب الكلام ده كله وبعد كده هنحطه في الكبة وهنفرمه فرم ناعم. هيبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفين ده. التتبيلة دي كمان تنفع للسمك. كده التتبيلة جاهزة معانا. هنرجع نضيفها كده في طبق. وهضيف عليها كمان شوية من الخل، يعني معلقة صغيرة قوي من الخل حطيتها بس في الكبة علشان ألم البهريز اللي باقية في الكبة. وحلب بقى التتبيلة كده مع الخل وهسيبها على الجنب. بعد كده معايا نص كيلو من البتنجان الابيض، تقدروا تستخدموا البتنجان الاسود لو تحبوا. هبتدي ان انا اقسم الواحدة اتنين كده علشان يكون شكلها كده ظريف عندي التقديم وكمان تستوي معايا بشكل اسرع. هبتدي ان انا اعمل في البتنجان نفس الفكرة. هقسم الواحدة نصين كده، كل نص هبتدي ان انا افتحه بالسكينة علشان يستوي معايا كويس جدا من جوه. بعد بقى ما بخلص الكمية كلها بالطريقة دي، وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا البتنجان الاسود العرايس بدل الابيض لو تحبوا. في طاسة بقى هبتدي ان انا انزل بشوية من الزيت. الزيت يعني يكون كتير كده شوية، يعني نضيف مثلا قد نص كوباية من الزيت او كوباية من الزيت. وبعد كده هنسخن الزيت كويس جدا وهبتدي انزل بكمية البتنجان كلها. هي عشان الكمية مش كبيرة فالطاسة اخدت معايا النص كيلو اللي كان عندي. هبتدي بقى بعد كده زي ما قلت لكم الزيت يكون سخن بس درجة الحرارة متوسطة علشان البتنجان يتحمر كده ويستوي معايا ما يتحرقش معايا ويتلسع ويكون ني من جوه. هبتدي ان انا اقلب كده البتنجان على كل ناحية لحد ما اتأكد ان هو خلاص استوى. كل ناحية كده اتحمرت زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان احنا نهدي النار وكل شوية نقلب البتنجان على كل ناحية علشان نتأكد ان هو استوى. لو ما عندكوش البتنجان الابيض او البتنجان العرايس ده تقدروا تستخدموا بداله البتنجان الرومي الكبير وتعملوه بنفس الطريقة ونفس التتبيلة اللي انا عملتها معاكم النهاردة. انا عملته قبل كده في القناة هتلاقوه. النهاردة بقى حبيت ان انا اجرب البتنجان ده وكمان ممكن تسلقوه. لكن بصراحة البتنجان الابيض لما بيتقلي بيكون طعمه احلى وبيكون لونه ابيض من جوه كده بيبقى شكله احلى بصراحة. لكن ممكن تسلقوه تستغنوا عن مرحلة التحمير دي. هبتدي بقى ان انا اشيل البتنجان كده هو خلاص اتحمر معايا واستوى زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا اشيله كده من الزيت وهبتدي ان انا احطه على مناديل مطبخ علشان يصفي كمية الزيت الزيادة اللي فيه زي ما انتوا شايفين كده. هرجع بقى للتتبيلة اللي انا عملتها معاكم اول الفيديو. على فكرة التتبيلة دي تنفع للسمك برضو وتنفع لكل انواع البتنجان او الطماطم المخللة زي ما تحبوا. هبتدي بقى ان انا اجيب كده انصاص البتنجان اللي معايا وهبتدي في كل نص كده اديله معلقة صغيرة من التتبيلة اللي احنا عملناها. لكل نص كده معلقة صغيرة من النص كده. هبتدي احشي البتنجان واقفل عليه واحطه بقى في طبق التقديم. مش عايزه اقول لكم ريحته والتتبيله دي بيكون طعمها حلو قوي. وطبق كده يعتبر من المقبلات او فواتح الشهية بيفتح النفس كده على الفطار او على الغداء كطبق جانبي كده حلو جدا وسريع وسهل وما بياخدش وقت. وزي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا تسلقوا البتنجان وتستغنوا عن مرحلة التحمير. لكن زي ما قلت لكم انا كنت عايزة اعمله بشكل سريع وسهل كده. وبصراحة هما في البيت بيحبوا البتنجان المقلي عن المسلوق. لكن تقدروا تسلقوه وتعملوه بنفس الخطوات وبنفس التتبيلة دي. هيكون صحي اكتر وخفيف اكتر ويعني هو اذواق. انا خلصت كده الكمية كلها يعتبر زي ما انتوا شايفين. ما خدتش وقت معايا خالص. ما خدش معايا بالظبط يعني نص ساعة بالكتير وكان جاهز ومستوي ومقلي معايا. وعملت التتبيلة زي ما انتوا شايفين حلو جدا وبطعمه حلو.
وشكله نظيف كده، يعني النظافة باينة عليه، احلى بكتير من اللي بنشتريه جاهز من محلات الفول والفلافل. طبق شهي كده وسهل وبسيط واقتصادي جدا. جربوه بنفس الطريقة وبنفس التتبيلة وان شاء الله هيعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.